سعيدة جدا ان الشباب الجمع ده من الشباب الصحفيين هيبقوا بقى من اصدقاء مركز النيل، ودايما تشرفونا ونشوف بقى شغلكم بقى وتغطوا الشغل بتاعنا ان شاء الله. اول كلمه الاول الاستاذ محمد جابر هيقول كلمه. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، لا شك أن التكريم هو سمة من سمات الله عز وجل، فقد كرم الله سبحانه وتعالى بني آدم، ولا شك أن الإنسان هو صنيعة الخالق تبارك وتعالى، ولما كان الإنسان هو ذلك الصنع الإلهي العظيم فقد حبه الله وميزه عن بقية الكائنات بميزة العقل، ليكون له مرشدا وهاديا نحو الحق والخير والجمال. السادة الحضور، إن العناية الإلهية تظلل العلم والعلماء، فقد صدق قول الحق تبارك وتعالى: ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وها نحن نحتفل بلحظة قطف الثمار، لحظة جمع الحصاد بعد غرس ونماء. تلك اللحظة التي يتم فيها التكريم ويتم فيها الاحتفال والاحتفاء بكل عمل قدم في المجال الإعلامي، وذلك من أجل تحقيق الغايات المأمولة والأهداف النبيلة التي تعلي من شأننا جميعا. وأخيرا، وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير.